السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم وصفة بسبوسة ولا مسكوتشو ولا كيكة كيما تحبوا سميوها. المهم جات بزاف بنينة. هذه هي الحاجة المضمونة فيها، البنة تاعها خفيفة قطنية وهشيشة كيما راكم تشوفوا. المهم جربوها وعينيكم مغمضين. نسحقوا فيها 2 بيضات بحرارة المطبخ، نص كاس سكر عادي، نص كاس عصير البرتقال، نص كاس زيت، كاس تاع سميد رطب، نص كاس فرينة، و15 غرام خميرة كيميائية. البيض كما قلت لكم من المستحسن يكون بحرارة المطبخ. نزيد رشة تاع الملح، ونزيدو السكر. تقدروا ديروا غير 4 كاس اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف. نزيد عصير البرتقال راح يعطيها ذوق هايل، وشي تقدروا تستغناو عليه. نزيدو الزيت ونخلطوهم حوالي دقيقة. هذا مكان تقدروا تخلطوا بالباتور. هنا نضيفوا نص كاس تاع الحليب. هنايا الحليب لازم يكون دافي بحرارة المطبخ، ما يكونش بارد. هنايا زدت مغرفة تاع لافاني، ونزيدو السميد كيما قلت لكم السميد رطب، ونزيدو نص كاس تاع الفرينة و15 غرام خميرة كيميائية. الفرينة هي الطحين الابيض والخميرة هي البيكين باودر. نخلطوهم بهذا الشكل. انا لقيتها شويه سائله، زدت نص كاس اخر تاع الفرينه. لازم تحصلوا على قوام كيما راكم تشوفوا فيه. يعني نتوما شوفوا الفرينه كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. نجيب المول اللي راح ندخلوه للفور، درت له بابي كويسون، وزدت يعني الاطراف دهنتهم بالزيت ورشيتهم بالفرينه. ندير الخليط تاعي وندخلو يطيب على 180 درجه. الفور شاعل من الفوق ومن التحت. بعد ما طابت لي نحيتها، خليتها يعني مو با 2 دقائق، وجيت ندهنها بالمربى تاع الفراوله. نزيد نرشها بجوز الهند المرحي. تتوالم بزاف مع هذا الذوق. ميم بالكونفيتور تاع الفريز جات بزاف هايله. انا هنايا درت لها شويه هذاك ورد الشوش هذاك من الفوق. وهنا نفتحها كيما راكم تشوفوا، جات بزاف هايله. وذوك نقسمها باش تشوفوها، جات بزاف بنينه. يعني سورتو تاكلوها وهي مازال دافيه شوي. ليه توجد وبحجم عائلي يعني كبير، الله يبارك. شوفوا الخفه كيف راهي هايله وتجي طالعه. نتمنى تكون هذه الوصفة عجبتكم وجربوها كما قلت لكم في بداية الفيديو وعينكم مغمضين. شوفوا كيفاه تجي كيما القطن، وتسالي البنة تاعها يعني بنينة بزاف بزاف. وبعد ما تتفرجوا الفيديو وتستفادوا ولا تجربوها وتعجبكم، ما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي رايكم في التعليقات. وبسلامة الى فيديو قادم ان شاء الله.